أعزائي متابعي ومشاهدي موقع عوام مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معكم محمد وائل رئيس قسم الرياضي في الموقع، وهنكون معاكم في فيديو رياضي سريع عن أهم الأحداث الرياضية. وطبعا الحدث اللي على الساحة دلوقتي واللي حصل منذ دقائق هو عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. قضت المحكمة الإدارية برفض طعن مرتضى منصور على القضية اللي كانت متقدمة ضده من عبد الله جورج و ثلاثة آخرين، وده بسبب إنه كان عليه قضية مقيدة للحريات اللي طبعا خد فيها شهر بسبب وقصف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. النهارده اترفض طعن مرتضى منصور الأخير، وده بقى حكم بات وواجب النفاذ على مستشار مرتضى منصور إن هو يترك نادي الزمالك بشكل رسمي. طيب في سنتين في عمر مجلس اداره نادي الزمالك الحالي، اللي هيحصل ان ممكن يكون في انتخابات مبكره، انتخابات على رئاسه نادي الزمالك مبكره في اقرب جمعيه عموميه يقررها مجلس اداره النادي. دلوقتي طبعا في حاله من الارتباك الشديد داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده مواجهه قويه جدا مع النادي الاهلي يوم الخميس، وده طبعا اللي بيزيد الامر حده داخل نادي الزمالك. في مشاكل ايضا مع الموظفين، وبنسمع عن فصل عدد كبير من الموظفين لتوفير النفقات. اللاعبين في كل الالعاب بداوا بشكل كبير جدا يفسخوا عقودهم. شفنا اخر حدث كان مع ميلكا المحترفه البرازيليه في كره الطايره في نادي الزمالك اللي راحت النادي الاهلي بسبب المشاكل الماديه. فنادي الزمالك داخل على مرحله صعبه جدا، نادي الزمالك داخل على مرحله بدون رئيس نادي. وطبعا انتوا عارفين ان في احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره، فهل هيتقدم باستقالته ولا لا بعد عزل والده امير مرتضى منصور؟ ايضا بيقطع شوط كبير جدا في صفقات فريق الكوره، وهو كان بيتفاوض مع عدد كبير جدا مع اللعيبه لان هو يجيبهم من نادي الزمالك في الصيف اللي هو اللي جاي ده. فبرضه امير مرتضى منصور ممكن نشوفه بيقدم استقالته بعد عزل والده. نادي الزمالك داخل على ازمه كبيره جدا، هنشوف هتنتهي لحد فين.